نروح لاستاد الدفاع الجوي. معايا على التليفون محمد عبد الشافي، لاعب نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر ولاعب نادي اهلي جده الجديد بقى اللي هينضم لنادي اهلي جده ان شاء الله بدايه من دلوقتي وانا بكلمكم. البطاقه الدوليه لمحمد عبد الشافي حالا هتكون مبعوثه لنادي اهلي جده. نتمنى لمحمد ان شاء الله التوفيق كلاعب مميز خلقا وفنيا بصراحه مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر. مبروك يا محمد الانتقال، ويعني هنتابعك في السعوديه وان شاء الله هتكسر الدنيا في الدوري السعودي. ربنا يخليك كابتن كريم، شكرا، ربنا يخليك، ان شاء الله خير يعني باذن الله. لا ان شاء الله، انا عارف ان رغبتك كان ان انت عايز يعني تلعب في الدوري السعودي وتخوض التجربه، وانا عارف حبك لنادي الزمالك وحبك لجمهور نادي الزمالك، حتى يعني انت مددت سنتين في عقدك قبل السفر الى السعوديه. جددت سنتين وكده 5 يعتبر يعني غير العرض اللي هطلعها، فعادي انا حتى لو زي ما قلت في الاول من اول ما جيت نادي الزمالك لو 10 مش هتفرق يعني، عادي انا كده قاعد في نادي كبير برضه. بالظبط. محمد العرض جالك ازاي من اهلي جده؟ يعني تم اختيار محمد عبد الشافي ازاي او العرض وصل لك ازاي؟ لا انا ما اعرفش، انا فوجئت ان كان في احمد يحيى كلمني وقال لي ان في ناس كانوا عايزينك هناك يعني اللي هي مصاب قوم عند قوم فوائد يعني. في حد كان في باك ليفت اتعور هناك. حاجه زي كده. ربنا يشفيه يعني ان شاء الله. بس فانا رحبت بالموضوع طبعا. هو كان يعني غصب عني ان انا اقعد كنتش قادر اسيب نادي الزمالك. ايوه والموضوع صعب عليا وانا ما كنتش متخيل ان انا اصلا ممكن امشي من النادي يعني. بس الفتره ان شاء الله مش بعيده يعني 6 شهور بالظبط ان شاء الله يعني. محمد يعني كان عليك ضغوط النهارده قبل المباراه، عايز يعني تسيب الزمالك والزمالك كسبان وقبل ما تمشي، وفي نفس الوقت قلقان ان يبقى في اصابه عندك منتخب مصر وعندك اهلي جده، ولا كنت بتلعب بدون ضغوط؟ لا خالص، ما فيش الكلام دوت يعني. كل حاجه بيد ربنا يعني. انا ايام لعبت ماتشات وكنت بلعب وانا مصاب، فكل الحاجات دي بتاعت ربنا. شايف التعادلين اللي ورا بعض دول بالنسبه لنادي الزمالك ايه الاسباب وضياع 4 نقاط في بدايه المشوار للزمالك؟ لا والله يعني لو حسبناها ان تقريبا ماتش الجيش كان ممكن يقفل كده بالظبط، بس هي الفرق اللي حصل ان في يعني جات لنا فرص فخلصناها وربنا كرمنا فيها في اول الماتش. وتقريبا هو الماتش كان ماتش الجيش ممكن يحصل فيه كده بالظبط تطلع تعادل. بس لولا الفرص اللي جت في الاول طبعا خلصتنا بدري. وكنا كل مره بنحصل معانا كده في ماتش الشرطه. الماتش ده قلنا نفتكر ماتش الشرطه. بس ما فيش توفيق طبعا، نعمل ايه؟ ربنا يكرم ان شاء الله الفرق اللي جاي باذن الله. معلش يعني عايز اعرف رايك كمان في الفتره الجايه بالنسبه لمنتخب مصر، وانت هتنضم للمنتخب بكره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرم. والله احنا ما عندناش غير المكسب بقى الماتشات اللي جاي. واي بونت هيضيع هيبعدنا شويه، فان شاء الله نركز باذن الله في الفتره ديت ونقدر نكسب كل الماتشات. يعني برضه عايز اكلمك عن البديل اللي هيكون مكانك في نادي الزمالك. تتوقع كابتن حسام حسن يعني او المدير الفني، لو نسمع كده ان ممكن يحصل تغييرات في نادي الزمالك في الجهاز الفني، لكن المدرب اللي هيكون موجود ممكن يحط مين مكان محمد عبد الشافي ناحيه الشمال؟ لا والله هو اي لعيب في نادي الزمالك بيجي بيبقى مطالب مش عايز الاجابه الدبلوماسيه بتاعتك انت. لا يعني ما فيش دبلوماسيه والله. انا بتكلم ان اي لعيب بيجي نادي الزمالك بيجي عشان هو كويس بس، فيقدر يلعب في اي مكان ويأدي. خصوصا ان انت كمان احنا عندنا ما شاء الله يعني في احمد سمير كان بيلعبها في المنتخب بتاعه ولعبها ممكن في الداخليه او كان لعبها، بس هو لعيب كويس ويلعبها. وفي صالح موسى كمان بيلعبها لان هو كان الكابتن حسام بيلعبه في اكثر من مكان. ومعظم الماتشات اللي قدامها كان لعبها باك ليفت. فان شاء الله يعني مش هتقف على حد. اسباب عدم الفوز النهارده يا محمد؟ ما فيش اسباب، ما انا قلت لحضرتك اهو التوفيق مش موجود، لان احنا نفس الفرص دي تقريبا جات لنا في ماتش الجيش، بس الفرق بس ان هي خلصت وترجمت بجوان بس مش اكتر. تحب تقول ايه لجمهور الزمالك قبل سفرك للسعوديه؟ يعني هو الفرق هيبقى صعب والله، وانا مش متخيل ان انا ممكن البس تيشيرت غير نادي الزمالك، بس يعني بتمنى طبعا يتمنوا لي التوفيق وان شاء الله ارجع على خير باذن الله. خلي بالك النادي كمان اسمه الاهلي، يعني مش اي حاجه. بس في السعوديه مش يعني انت هتلعب اهلي والزمالك كده، خلي بالك هتبقى لعيب اهلي. لا بس بيلبسوا ابيض الحمد لله. ابيض واخضر. زينا بالظبط. هنتابعك يا محمد، وبالتوفيق مع المنتخب ان شاء الله في الفتره القادمه، وبالتوفيق في السعوديه ان شاء الله مع نادي اهلي جده، ويعني ان شاء الله هتكسر الدنيا هناك باذن الله. بشكرك محمد عبد الشافي، لاعب نقول نادي الزمالك برضو ان هو يعني على قوه نادي الزمالك ورايح اعاره لاهلي جده، وان شاء الله يعني محمد من اللعيبه المميزين زي ما قلت لكم في الملعب فنيا وسلوكيا، ومركز دايما على طول، ما عندوش مشاكل كتير في يعني عمرنا ما سمعنا مشاكل لمحمد عبد الشافي في الزمالك في منتخب مصر في الفتره اللي لعبها. ويعني محمد دايما مركز في الملعب، دايما مركز في مستواه، دايما مركز
في ادائه مع نادي الزمالك او منتخب مصر، فان شاء الله ربنا يكرمه في